مساء الخير عملائنا الكرام. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه موضوع مهم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. يا ريت تتفرجوا على الفيديو ده وتفهموا كل اللي فيه كويس، لأن بجد فيه معلومة مهمة. وكل عيد أضحى وكل سنة وانتم طيبين، وكل عيد أضحى وكل العملاء بتكلمنا بخصوص المشكلة اللي أنا هتكلم عليها دي، وهي أصلا في الأساس ما بتكونش مشكلة. كل سنة وانتم طيبين. انتوا عارفين دلوقتي كل الناس هتذبح، وكل الناس بتحط الحاجة في الفريزرات، إن كان دي فريزر أو إن كان فريزر التلاجة. والناس كلها عايزة تحط الحاجة، اللحوم، وتحط الحاجة تتجمد في ساعتها أو تتجمد في خلال ساعتين زمن. يعني الحاجة بتبقى غالية طبعا، والحاجة بتبقى كتيرة، والأضحية بتبقى كتير، فالناس خايفة إنها تبوظ. طبعا من حقها، وخصوصا في الحر. فبيجي حالة توتر فظيعة عند الناس. والتليفونات كتيرة بتشتغل: الحقني يا باشمهندس، التلاجة ما بتجمدش، الفريزر ما بيجمدش، الفريزر باظ او التلاجة باظت، الحقني دلوقتي الحاجة هتبوظ. يا جماعة اصبروا، يا جماعة اهدوا. لا لا لا، مفيش. لو ما جيتنيش دلوقتي انا هتصرف في حد تاني. طب انت عايز حد يجي يعمل عليك شغل وخلاص؟ انت عايز حد يجي يقول لك في مشكلة وهنعمل وهنسوي؟ يا جماعة، بالأمانة، بأمانة الله، ده اللي بيحصل كل سنة. اللي بيسمع كلامنا وبيقتنع بيه بيلاقي ان مفيش مشكلة خالص. اللي بيتوتر وما بيصدقش وبيجري يجيب واحد واثنين وثلاثة، بيغرم فلوس قد كده وحاجته فعلا بتبوظ. لان هي يعني اللي جه ما ضافش حاجة، بل بالعكس عطله. طب احتفظوا بالفيديو ده وافهموا كل كلمة فيه كويس عشان تفهموا القصة كلها في ايه. اولا احنا في حر، في صيف. اللحمة بطبيعتها سخنة. الناس عايزة تذبح وتحط الحاجة في الديب فريزر او في التلاجة وتجمد في ساعتها. ده ما بيحصلش ومش هيحصل. بالنسبة للتلاجة النفروست، بتحتاج مش اقل من 24 ساعة لاتمام عملية التجميد. الحاجة هتجمد من بره في اقل من 24 ساعة، لكن مركز الحاجة من جوه بيكون لسه ما اتجمدش. عشان المركز من جوه يتجمد محتاج مش اقل من 24 ساعة. وبشرط لازم يكون في فتحات لحركة الهواء. فتحات التلاجة المتصممة في التلاجة او في الديب فريزر لازم ما تكونش مكتومة، ويكون في حركة للهواء عشان الحاجة تتجمد بطريقة كويسة. طب ايه اللي بيحصل؟ ست البيت او اللي عامل اضحيه بيحط وبيكبس الحاجه مره واحده عشان مفيش مكان، فما بيديهاش نفس انها الهواء يلف وتتجمد. ده بالنسبه للثلاجه النفروست. طب بالنسبه للثلاجه العاديه بيبقى الموضوع افضل شويه، لان التجميد في الثلاجه العاديه بيبقى اسمه تجميد بالتلامس المباشر. الحاجه بتبقى محطوطه على ارضيه المواسير، مش محتاجة هواء يلف. فالحاجة اللي بتبقى على أرضية المواسير بتتجمد أسرع وبتبرد أسرع، وهي بتتجمد وبعد كده بتنقل التجميد للحاجة اللي بعدها والحاجة اللي بعدها. فالتجميد بيمشي بالترتيب. الحاجة اللي في النص هي بتاخد أطول وقت على ما بتتجمد، بس صدقوني مش هتبوظ الحاجة، مش هتبوظ. هي هتاخد وقت شوية لما بتتجمد. وبالعكس، ده انتوا بتعملوا مشكلة تاني بالزيادة، اللي هي ايه؟ القلق بيخليك كل شوية عايز تفتح وتبص اتجمدت ولا لا وتقفل تاني، تفتح وتبص اتجمدت ولا لا وتقفل تاني. طبعا كل ده بيعمل ايه؟ بيفقد التلاجة تبريدها. على ما التلاجة بتحقق تبريد وعايزة تجمد الحاجة، بتكون انت فتحت 3 4 مرات. انت بتزود المشكلة. انت قبل العيد اهو واثق ان تلاجتك كويسة، خلاص ما تقلقش. حط حاجتك. يا ريت لما تحط الحاجة ما تكبس الحاجة كلها مرة واحدة. طب هنعمل ايه؟ ما احنا خايفين لا تبوظ. هقول لك حاجة تانية: حط الحاجة بالنسبة للتلاجات والديب فريزر الصندوق والتلاجات العادية، حط الحاجات على الأرضية والجناب، ومن وقت للتاني مش أقل من 6 7 ساعات. ممكن تبدل الحاجة اللي فوق تحت واللي تحت فوق، اللي لازقة في الجنب تخليها في النص واللي في النص تخليها لازقة في الجنب. ممكن تبدلها، ولو ما بدلتهاش وسبتها هتتجمد. ولو سبتها ما نقلتهمش هتتجمد، ما تقلقش. يعني الحاجة هتتجمد، بس هتاخد وقتها شوية. محتاجة تاخد وقتها. امتى تقول التلاجة فيها مشكلة؟ لو هي اصلا في الاساس فيها مشكلة. لكن تلاجتك شغالة ومفيش فيها مشكلة، او الفريزر عندك شغال مفيش فيه مشكلة، ما تقلقش. حط حاجتك واطمنوا يا جماعة، الحاجة هتتجمد. ما تخافوش، ادوها فرصتها انها تتجمد. لو ضروري او عايزين تعملوا مساعدة، كل اللي مطلوب منك لو تلاجتك او ديب فريزر محطوط في مكان مكتوم، لو سمحت حركه لبره شوية. ولو انت عايز تزود التبريد اسرع، خلي في مروحة شغالة في ظهر التلاجة وفي ظهر الديب فريزر. يعني مش هقول لك تحطها في ظهرها بالظبط، لا، يعني خلي في حركة هواء المروحة تحرك الهواء من ورا التلاجة او من ورا الديب فريزر عشان يبقى في حركة للهواء. طالما الشبكة اللي ورا
عليها تهوية كويسة، طالما الموتور من ورا عليه تهوية كويسة هيحقق تبريد جوه كويس. انما يبقى الفريزر او التلاجة محطوطة في مكان مكتوم، وانت حاطط لها حمل حراري جوه اللي هي اللحوم سخنة، وكل شوية بفتح واقفل وعايزة تجمد في ساعتها، مش هيحصل. مش هيحصل. واي صنايعي او فني ما عندوش ضمير هيجي لك هيبص ده احنا هنشحن وهننضف. والله بيحصل كده، والناس بتغرم فلوس بدون داعي. فما تقلقوش. كل مطلوب منك لو انت عارف ان انت هتذبح او هيجي لك كميه لحمه كبيره هتحطها في الفريزر بتاعك او في التلاجة، وعايز تكون مستعد لكده ومش عايز تحمل على التلاجة جامد، وتلاجتك مثلا او الديب فريزر محطوط في مكانه ليه فتره كبيره ما تنضفش حواليه او كده، ممكن بالراحه هتشد الديب فريزر لقدام او تشد التلاجة لقدام، واي بلور هواء عندك او استشوار وتشغله على البارد تنفض الشبكه اللي ورا بالهواء، مش بحته قماشه او بتنفيض او باي حاجه. ما تجيش ناحيه اي مواسير، ما تجيش ناحيه اي حاجه بحاجه ناشفه او بقماشه او كده. كل اللي مطلوب منك بالهواء وبس. نظف بالهواء الشبكه اللي ورا او عند الموتور، نظف الجزئيه ديت. وخصوصا لو تلاجتك ما فيهاش شبكه من ورا وفيها ظهر من ورا صاج قافل، ممكن لو انت حابب تفك الظهر دوت بمسمارين صليبه وتنفض الشبكه اللي تحت اللي عند المروحه اللي عند الموتور، تنفضها باستشوار. هتبقى انت كده عملت زي ما بيقولوا كده عملت واجب جامد جدا مع تلاجتك او مع الفريزر بتاعك، علشان تسعفك وتساعد في التجميد بطريقه احسن وافضل، وتخليها تحقق وتفصل، تحقق اعلى درجه حراره او اقل درجه حراره، وتفصل وتبقى كويسه معاك وتبرد كويس. هتطلع التلاجة لبره، هتنفضها بالهواء وترجعها مكانها تاني، بس تسيب حركة، تسيب مجال لحركة الهواء. يكون في مروحة شغالة حوالين التلاجة، يكون في حركة هواء، مش شرط مروحة، يكون في حركة هواء. وتدي التلاجة فرصتها انها تجمد وتصبر عليها مش اقل من 24 ساعة التلاجة او الديب فريزر عشان الحاجة تجمد. لو سمحتم طالما عارفين ان حاجتكم شغالة كويس، مفيش داعي ان انتوا تقعوا تحت ايد ناس عايزه تعمل عليكم شغل. والله ده اللي بيحصل. مفيش داعي تقعوا تحت ايد ناس عايزه تعمل عليكم شغل فنيين او صنايعيين، تحت مبدأ ان انت خايف ان الحاجه تبوظ. انت عارف جهازك شغال كويس، ما تخافش، سيبه شغال، اعمل اللي انا بقول لك عليه، وان شاء الله مش هيحصل عندك اي مشكله. وكل سنه وانتم طيبين. مركز الراعي الصالح بيتمنى لكم عيد سعيد. مركز الراعي الصالح لصيانه الاجهزه المنزليه بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ومصر كلها طيبة بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. مع تحياتي مهندس مجدي مكرم. 012 2 45 42 034. مهندس أبانوب مجدي. 012 2 155 19 77. كل سنة وانتم طيبين. شكرا.